ناوي تسافر بره مصر بعد الزماله او تاخد USMLE؟ بيني وبينكم انا هقول لكم الخطه اللي انا عليها دلوقتي. انا في فتره الدراسه جربت ان انا امشي في اكتر من طريق سفر، بس USMLE او المعادله الامريكيه ما كانتش من ضمن خططي نهائي، لانها محتاجه مبلغ مادي كبير جدا ومحتاجه مذاكره كتير، وانا مش من الناس اللي بحب اذاكر كتير في نفس الحاجه عشان امتحن. بحب اذاكر مذاكره متفرقه، حبيت اقرا في موضوع فبفتح وبذاكر، بس ما بحبش اذاكر سنه كامله عشان في الاخر امتحن، وفي نفس الوقت محتاجه فلوس كتير جدا. ما ذاكرتش USMLE الا بعد ما اتخرجت، عشان محتوى USMLE او المعادله الامريكيه حلو، فانا ذاكرت بعض المواضيع اللي انا محتاجها في حياتي عموما. ولكن اثناء الدراسه جربت ان انا امشي في طريق المانيا وتعلمت الماني، وبعدها وقفت برضو عشان المبلغ المادي للسفر، لان المانيا محتاجه برضو مبلغ في البنك، وفي نفس الوقت وقفت عشان مش قادر اسيب عيلتي واسافر. انا وبابايا ومامتي ما قدرتش ان انا اخد قرار بان انا اسافر، لان انا لو خرجت من مصر فغالبا مش هعرف ارجع تاني، لان لما اقامتي بتخلص وانا بره فما اعرفش ارجع تاني، فما سافرتش عشان ده. خطتي الحاليه ما فيش فيها سفر نهائي، ولا فرنسا ولا تركيا ولا كندا ولا امريكا. اي خطط موجوده دلوقتي للسفر فهي خطه اما للفسحه او السياحه، او عشان افتح ليا فرص بره، بس مش عشان استقر لا في اوروبا ولا في امريكا. خطتي بكل بساطه هي ان انا اخلص التخصص في مصر اللي هم ال4 ل5 سنين، اخلص التخصص وبعد كده اقدر اسافر مع عيلتي وانا مستريح من غير تحديات. وشايف ان انا في مصر الحمد لله كويس، فيعني ومبسوط، فليه لا؟ اتمنى تكونوا مبسوطين معايا برضه. هنحافظ عليها نبني مستقبلنا فيها.